الحماية الزايدة بتطلع شخصية هشة مش قادرة تواجه تحديات الحياة. ازاي توازنوا ما بين خوفكم عليهم وما بين انكم تديهم فرصة يغلطوا ويتعلموا من غير ما يقعوا في خطر حقيقي؟ هدف التربية مش اننا نفضل مرشد طول العمر، الهدف هو اننا نربي ولادنا انهم يعيشوا بأصولنا من غير ما نكون موجودين فوق راسهم. الحماية المبالغ فيها هي في الحقيقة تعطيل لنمو شخصيتهم. اسمحوا ليهم ياخدوا قرارات صغيرة ويتحملوا نتائجها. ولو ابنك قرر يشتري حاجة بمصروفه وطلعت مش كويسة، خليه يتعلم ازاي يختار المرة الجاية بدل ما تشتري له بديل فوري. ابدأوا انسحبوا من التفاصيل اليومية بذكاء، زي اختيار للبسهم، ترتيب جدول مذاكرتهم. خلي دوركم يتحول من مدير لمستشار يرجع ليه وقت الحاجة. شجعوهم يحلوا مشاكلهم مع أصحابهم أو في دراستهم بنفسهم الأول. ده بيبني عندهم مهارة حل المشكلة اللي هتحميهم بجد لما يكبروا. الاستقلالية مش معنى كده انكم تسيبوا الدنيا سداح مداح. عرفوهم انكم واثقين فيهم، بس في خطوط حمراء زي الصحة والأخلاق والأصول والأدب، دي اللي التدخل فيها بيكون حتمي وسريع.